أهلا وسهلا فيكو بحلقة جديدة من أكلي وأكلة. اليوم رح نحكي عن لف الدوالي. حكينا قبل كم يوم عن مقر الكوسة. ليش لف الدوالي بيجي بعد مقر الكوسة؟ أنا بقول لكم ليش. سألتوني ليش؟ لأنه المثل بيقول: من طلب العلا سهر الليالي، ومن نقر كوسة لف دوالي. على فكرة كلمة لف بالعربي، العربي العامي يعني والفصحى، مستعملة كثير. مستعملة يعني مثلا واحد يقول لك لفه تحت باطه، يعني طبعه، أو مثلا لف منه شوية مصاري، يعني سرق منه مصاري، أو مثلا اطلع خد لك لفة هيك يعني عبين ما أخلص شغلي. كيف؟ أو لفة يعني على أمثاله. يعني فلان ولف لفة، يعني هو وأمثاله. والإشي الوحيد اللي بيستعملوه كتير كانوا بالصحافة، واليوم بنصحكم ما تستعملوش. بقولكم: وحضر الاحتفال لفيف من الأطباء، ولفيف من المحامين، ولفيف من المهندسين، ولفيف من الفنانين. لفيف يعني مجموعة، يعني احتمال نعدي بعض ونمرض. فأنا بنصح بلاش يكون لفيف، كل لف واحد، كل لف لحاله، وكل لف وانتو بخير.